السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشارك معكم حلوى تقليدية جزائرية تجي بزاف بنينة طرية لواحد الدرجة ما تقدروش تتصوروها، يعني تمسوها فقط وراح تتكسر وحدها وحدها. كذلك هي من بين الحلويات الجافة الاقتصادية، والحشو كذلك يعني نديروه منها ليها، يعني ما راحش نديرو مكونات واحد اخرين ولا للحشوة، راح نديروه من الحبة بحد ذاتها. معناتها اذا راكو تحوسوا على حلوى شكلها يكون شباب، تكون بنينة وتكون اقتصادية، هذه هي الحلوى اللي راكو تحوسوا عليها. شوفوا يعني من الصورة تبان لكم بلي صح طرية، وكذلك يعني سهلة توجدوها في وقفة، ما راحش تدي لكم كامل الوقت. والحاجة المليحة كذلك في هذه الحلوى هو انها تقطع يعني كمية كبيرة. راح نصلو كامل على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. اذا ما ضغطتوش على زر لايك للفيديو فضلا وليس امرا، هكذا باش نتشجع ونضيف لكم المزيد والمزيد من الوصفات المنزلية الناجحة. قولوا بسم الله وعلى بركة الله وندخلوا في الوصفة ديالنا. كنت خديت ريسيبيون درت فيها 250 غرام من المارغرين بدرجة حرارة الغرفة. عندي كذلك كأس من السكر غلاسي ولا السكر باودر. سعة الكأس اللي نستخدمه كامل في الوصفات ديالي 220 مليلتر. كما راكم تشوفوا يعني جوزته في الصفايه، وراح ناخذ الخلاط الكهربائي ونبداو نطلعوا يعني في هذاك السكر والزبده. ضروري يعني السكر والزبده يتجانسوا مليح ونطلعوهم شويه هكذا باش الحلوى تاعنا يعني راح تجي بزاف الطريه. ومن حين الى اخر ناخذ سباتشيل تاعنا ونحيو هذيك الزبده اللي تكون لاصقه في الاطراف. هاي ليك راح نواصلوا عمليه الخلط. الان عندي حبه تاع بيض، يعني شوفوا هاد الحلوى شحال اقتصاديه، يعني فيها حبه بيض فقط وتقطع يعني كميه مليحه. يعني اذا حسبنا الحلوى يعني حبات منفرده تقطع حوالي 63 حبه، لما نلصقوا الحبه في خطها يعني تقريبا يخرجوا لنا 31 ولا 32 حبه. راح ندير مغرف صغيره تاع لافاني، وكذلك درت هنا مستخلص الزبده زائد الفانيلا. انتم يعني استخدموا فقط الفانيلا الباودر حتكون كافيه. انا خديت نفس الكأس اللي وزنت به يعني سكر الباودر ولا سكر غلاسي، وعمرته مايزينا او نشا او طحين الذره، لانه يعني جوني بزاف تعليقات خصوصا يعني من البلدان الشرقيه يعني ما يعرفوش واش معنات المايزينا هي طحين الذره. راح نواصلوا عمليه الخلط، يعني فقط واحد نص دقيقه ولا تخبى هذيك المايزينا مباشره راح نبداو نضيفوا في الكميه تاع الفارينه. وفي هذه المرحله راح نستغنوا عن الضراب الكهربائي ونكملوا يا اما بسباتشيل يا اما باليد. شوفوا الكريمه اللي تحصلت عليها، يعني لما تطلعوا الزبده مليح مع داك السكر غلاس مع ديك المايزينا الحلوه تاعكم تجي بزاف الطريه. انا كيما شفتوا درت ملعقه صغيره من الخميره الخاصه بالحلويات. على كل حال حنخليكم كامل المقادير في صندوق الوصف. بالنسبه للكميه تاع الفارينه ولا الطحين الابيض، يعني كل فارينه كيفاش تتجرب على حسب النوعيه اللي تستعملوها، كذلك يعني الحجم تاع الحبه تاع البيض يلعب دور. اذا كانت الحبه كبيره مثلا راح تدي لكم كميه تاع فارينه اكثر، اذا كانت الحبه متوسطه ولا صغيره راح تدي لكم كميه قليله. يعني الصح كامل هو في الاخير. ضروري تخلوا العجينه تاعكم الطريه، ولما تبداو تخدموا بها تبدا تتشرب شويه راح تكون في القوام المناسب. يعني دائما الحلوى تاعنا باش تجي طريه ضروري نخلوا العجينه تاعنا الطريه. هاكو شتو القوام اللي تحصلت عليه في العجينه. الان راح نبداو نشكلوا الحلوى اللي هي سهله جدا، يعني نخدموها بدون طابع. انا تحبوا تستخدموا الميزان دوك نوزن لكم، يعني تقريبا الوزن تاع الحبه راح يكون 18 غرام. يعني ما تنساوش بلي درنا لها ملعقه صغيره تاع الخميره الكيميائيه، وكذلك يعني راح نلصقوا حبه في خدها. ضروري يعني الكريه تاعكم ما تكونش كبيره بالبزاف. وكاين يعني يبان لهم باللي الميزان راح يعطلهم ولا بالعكس، يعني صدقوني لما تخدموا بالميزان يعني راح توزنوا شحال من كرة، يعني واحد 6 ولا 7، ومن بعدك تبداو تكوروا فيهم وتحطوهم وهكذا حتى تكملوا كامل الكمية ديالكم. وبالنسبه يعني اي حلويات ولا اي طيابه يعني تكون تشكلوا فيها على شكل كريات، حاولوا تضغطوا على هذيك الكريات تاعكم مليح حتى تخرجوا لها كامل هذاك الهواء اللي في الداخل، لانه يعني الكريات لو كما تخرجوا لهمش هذاك الهواء لما تحطوهم مع درجه الحراره هذاك الهواء الداخل يعني يسخن وراح يفلق لكم كامل هذيك الكريه ولا هذيك الحب. انا راح نكمل كامل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه وراح نتحصل على هذا النتيجه. يعني هذه هي الكميه اللي مدتها لي، وكاين يعني كميه واحده اخرى درتها في صينيه صغيره. راح ندخلها الى فرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجه، نخليها طيب من تحت فقط ومن الفوق ما نحمرهاش. عندي هذا المول تاع سيليكون راح نخدم به ورقه هكذا باش نزينوا هذه الحلوه ديالنا. يعني هي حلوه الخوخ ولا الخوخه كل واحد كيفاش يقولها، هي حلوه تقليديه قديمه جزائريه 100%.
انا فقط يعني اذا يعني ما شريتوش الاوراق وحبيتوا يعني تخدموهم هكذا في الدار، يعني من تكونوا ديروا في التزيين من تبداو تخدموا في هذوك الاوراق، لانه العجينه تاع السكر لما تكون طريه تقدروا تتحكموا فيها خير وخير، وتقدروا يعني تشكلوها كيما حبيتوا. انا العجينه تاع السكر يعني شريتها جاهزه وملونه، يعني انا فقط درتها في المول تاع الورقه. هاوليك الكاطو تاعنا بعد ما طابلنا، شوفوا يعني طيبته دوغي يجي روعه روعه، ويجي طري طري يدوب في الفم. يعني توجور الحلويات ما نقولهمش بزاف النار، نديرهم على نار متوسطه، وكذلك ما نطولهمش بزاف في الفرن. يعني كل ما طولتوا لهم بزاف في الفرن كل ما راح تيبس لكم الحلوه ديالكم. هاي ليك حتى انه يعني الحلوه هذه لما درنا لها يعني ملعقه صغيره فقط من الخميره الكيميائيه، يعني ما تشقتناش وبقات محافظه على هذيك لا فورم ديالها، يعني تنفخت شويه فقط. هاي ليك الان راح نحط هذه الحلوه يعني تبرد جانبا. انا حطيتها فوق هذا الكرياج هكذا يعني باش ما تطراليش بزياده. شوفوا الحبه يعني تحطي صبعك فقط عليها يعني تذوب وحدها وحدها. ومن بعد لما نديروا لها التزيين يعني راح ندخلوها شويه في السيغو، يعني راح تزيد تولي طريه اكثر فاكثر. راح نروحوا للخطوه المواليه، يعني كلها خطوات سهله وراح ديروهم يعني في وقفه. انا هاد الحلوه ما شدتليش كامل اليد، راح تاخذوا السكين وتحاولوا ديروا حفره صغيره في هذيك الحبه تاع الحلوه. يعني من بعد هذه الحفره راح نعمروها بالحشوه، ومن بعد تبان لنا هذه الخوخه كشغل يعني هذاك المكان تاع العظمه. يعني شفتوا كامل في بدايه الفيديو لما قطعت لكم حبه. هاي ليك راح نكمل الحبات اللي عندي يعني كامل بنفس الطريقه. وهذا الكاطو اللي راني راح نحيه من الحبه تاع الحلوى هو اللي راح نحشي به هذه الحلوى بحد ذاتها. شوفوا هنا ضروري يعني تكسروه حتى يولي كامل يعني مفتت. الان راح نجيبوا المعجون تاع المشمش ونبداو نخلطه. هنا يعني ما كان حتى كميه وحتى مقادير، عينكم هي ميزانكم. المهم هاد الحشوه لازم يعني تكون طريه بزياده، ما لازمش يعني تكون يابسه وانتم تشكلوها كريات وتحشوا بها هاد الحلوه، لا لا، لازم تكون طريه بزياده. دوك نوري لكم القوام اللي راح تحصلوا عليه. هكذا من بعد نرفدوا بالمغرفه فقط ونحطوا داخل هذيك الحبه تاع الكاطو وهي تتحشى وحدها وحدها. هاي ليك هذا هو القوام اللي لازم تتحصلوا عليه. راح نزيدو نجيبو كذلك كميه تاع المعجون يعني من بعد باش نلصقوا الحبه في خوتها، رغم انه هذا الحشو لما يجي طري يعني تلصق هذيك الحلوه وحدها وحدها. شوفوا شفتوا الحشوه لما تكون طريه يعني راح تحشيو هذا الكاطو وبكل سهوله. هاوليك راح نزيدو حبيبه واحده اخرى. هاي ليك راني نقرب لكم للكاميرا هكذا يعني باش تشوفوا مليح مليح. يعني هاد الحلوه بالذات يعني ان شاء الله تجربوها في هاد العيد، صدقوني يعني البنه تاعها مخالفه وكذلك الشكل تاعها بزاف شباب. يعني راح تزيد لكم النص في الطبسي تاع الحلوه ديالكم. انا فقط ما تضغطوش بزاف. شوفوا انا زيرت عليها شويه تشقت لانه الحلوه بزاف طريه، ولما تكونوا تحفروا فيها بالسكين كذلك يعني خذوا حذركم يعني بشويه بشويه حتى نتكملوا. هاي ليك انا راح نكمل كامل الحبات اللي عندي بنفس الطريقه ونجوزوا للمرحله نتاع التزيين. هاي ليك فقط نحو كامل هذاك المعجون اللي زياده. انا ماشي هاد الكميه اللي تحصلت عليها بركه، يعني عندي طبسي واحد اخر مازال ما لصقتوش. هنا بالنسبه للتزيين عندي سكر كريستاليزي ولا سكر حبيبات، عندي كذلك يعني هذا السائل باللون الاحمر وباللون الاصفر. انا تحبوا تطيبوا شربات يعني شربات تكون خفيفه، مثلا ديروا نص كاس تاع سكر، ديروا له 2 كاس تاع ماء وتخلوه بعد الغليان حوالي 10 دقائق يبرد. جزء ديروا له مستخلص الفخاز ولا مستخلص الفراوله، وجزء منه ديروا له مستخلص تاع الليمون، ولا تقدروا تستخدموا اي ملونات يعني يكونوا بالاصفر والاحمر. انا واش درت خديت 2 مغارف كبار تاع العسل ذوبتهم في كاس تاع الماء، حطيتهم يعني في كسرونه قيس مدفالي فقط وداب لي هذاك العسل، نحيته لونته بالملون الاصفر والاحمر. والطريقه تاع التزيين راكم تشوفوا فيها، يعني تاخذوا الحبه ديالكم ديروا النص تاعها في الملون الاحمر والنص الاخر في الملون الاصفر، فقط حاولوا تقطروا كامل هذيك الكميه تاع سيغو الزائده ومباشره ترمدوها في هذاك السكر حبيبات. يعني الصراحه الشكل تاعها يجي بزاف شباب. كذلك لما تعطروها بهذاك الكو تاع الفخاس هذاك الكو تاع القارص يعني راح تزيدوا لها في البنه خير وخير. بالنسبه للورقه يعني كنت كل ما نخدم حبه نخدم لها الورقه ديالها ونحطها. يعني عجينه السكر لما تكون طريه راح تحكموا فيها خير وخير. هاي لك حاولوا فقط يعني الورقه ماشي تحطوها يعني ديريكتومون، حاولوا يعني تثنيوها شويه هكذا يعني باش تبان طبيعيه اكثر فاكثر. هاي ليك ولما تكون طريه يعني راح تاخذوا فقط كيردون ولا اي حاجه حاده تلصقوها منها ليها. اذا يعني شريتوا اوراق جاهزه تقدروا تلصقوهم بشويه عسل ولا شويه شوكولا بيضاء ولا يعني هنا كيما حبيتوا.
شوفوا النتيجة اللي تحصلت عليها. راح نواصل الآن العملية تاع التزيين. يعني حتى التزيين تاع هاد الحلوى بزاف ممتع. وإذا وصلتوا معايا لهاد المرحلة من الفيديو نذكركم لايك للفيديو فضلا وليس أمرا، هكذا يعني باش نشجع ونضيف لكم المزيد والمزيد من الوصفات المنزلية الناجحة. شوفوا الورقة كيفاش نركبها، يعني هنا ما لصقتها بحتى حاجة. يعني عجينة السكر كانت طرية، يعني ضغطت عليها شوية فقط وراح تلصق وحدها وحدها. هاي ليك. اذا درتوا يعني هاد الحلوى ممكن تخلوا التزيين كاخر مرحله، يعني مين تكونوا راح تحطوا الطبسي تاعكم يعني ليكم ولا الضياف ديالكم، ولا تقدروا ديروا هذا التزيين لانه سهل بزاف وما يديش يعني مده طويله. هاي لك النتيجه اللي تحصلت عليها. شوفوا يعني هاد الخوخات يعني راهم ينطقوا، يعني كي شغل الخوخه تاع الصح، خصوصا لما تقطعوا الحبه، يعني تبان كي شغل الحبه تاع الخوخ. وهذاك الحشو اللي درناه هو العظمه تاع الحبه تاع الخوخ. دوك نجيبو حبه وراح نقطعوها مع بعض هكذا باش تشوفوا الطراوه تاعها، تشوفوا الشكل تاعها من الداخل كيفاش جا. على بالي بلي هاد الحلوى يعني راح تعجبكم كامل وراح تجربوها كامل في هاد العيد ان شاء الله. يعني هي من بين الحلويات التقليديه اللي نسيناهم. حبيت ندير لكم هاد الوصفه ونذكركم بها، ربما تكونوا نسيتوها ونجربوها في هاد العيد ان شاء الله. شوفوا راح نحكم الحبه ودوك تشوفوا يعني الطراوه ديالها، يعني كما يقولوا الذوب في اليد قبل ما تذوب في الفم. وصلنا نهاية الفيديو. إن شاء الله هاد الوصفة تعجبكم وتنال رضاكم. جربوها في منازلكم، وإذا جربتوها تاكلوها بالصحة والهنا. في الأخير ما عليا إلا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.